دي كابتن امير، قبل ما ابارك لك وقبل اي حاجه طمني عليك، طمني على اصابتك. ربنا يخليك يا ابراهيم. والله الحمد لله. يمكن انا كان في اصابه قبل ماتش الاهلي، كانت في ركبتي وماتش الجيش، ولكن الحمد لله الواحد وما زلت يعني بلعب عليها وهي وجعاني شويه. النهارده كان في شكوى كده من عضله الضمه، كان في اجهاد شويه فيها، ولكن الغريب ان العضله الاماميه النهارده اخر 5 دقائق وانا بشوط. هي رجليك اليمين ولا الشمال؟ لا اليمين، في المكتب كده وانا بشوط فوجعتني، بس الحمد لله انا جت اخر 4 دقائق. انا ما كنتش عايز اطلع لان طبعا انت عارف ما كنتش عايز، يعني الفريق برده كان فاضل 4 دقائق وفي نفس الوقت كان لسه الشناوي ما سخنش. فطبعا يعني الحاجات دي برده ما فيهاش مجازفه، لان في وادي دجله كانش في حاجه يبكي عليها، كان اكيد كان هيضغطنا وكان هيشوط كتير والكلام ده. هم ضغطوا فعلا اول مع خروجك، ضغطوا وبشده يعني. بالظبط، فده كان طبيعي يعني، ولكن الحمد لله الحمد لله انا يعني الحمد لله الاصابه مش في العضله الاماميه، هي في المنشأ، لكن هي زي منخي جامد كده، فان شاء الله ربنا يستر. هتقدر تكون موجود باذن الله في المباراه المقبله، ولا لسه ما قعدتش مع الدكتور ولسه ما عرفتش؟ لا ان شاء الله باذن الله. انا احساس ان هي مش قويه الحمد لله. الماتش الجاي كمان حوالي 4-5 ايام، ولكن انا عايز اقوله الحمد لله الفريق ادى بشكل كويس، نتيجه واداء، ولكن يعني طبعا ان شاء الله تكون بدايه كويسه مع كابتن طارق والجهاز الفني، وفي نفس الوقت بشكر كابتن طارق، عمل مجهود كبير جدا معانا الفتره. هو كابتن طارق معانا وسامعك على فكره، كابتن طارق صار معانا في الاستوديو وسامعك يعني. معانا؟ بالظبط. كابتن طارق مبروك يا امير. الله يخليك يا كابتن. مبروك المستوى الجميل ده، وكويس انك طمنتنا عليك وانت من الناس اللي يمكن انا قلت الكلام ده قبل ماتش الاتحاد، مش عايز اقول ان انا يعني في جون طبعا كويسه كتير في مصر، لكن انت ما شاء الله السنه دي عامل موسم كويس جدا، ويمكن افضل جون في مصر السنه دي يعني. ربنا يخليك يا كابتن. والله يعني انا مش بقول كده الكلام ده، يمكن انا قلت الكلام ده على فكره في الفضائيات الثانيه، اتكلمت عليه كويس جدا، قلت ان حضرتك عملت مجهود كبير جدا معانا، واللعيبه الحمد لله كانت برضه نفذت، ولكن كان في برضه احنا في ماتش الاتحاد ما كناش كويسين جوه الملعب، ولكن ان شاء الله ربنا يوفقنا في الفتره الجايه، واحنا كمان ان شاء الله ربنا يوفقنا الفتره الجايه، اكيد سواء حضرتك او احنا او اي حد بيلعب في النادي المصري او لعب في النادي المصري او مسك في النادي المصري، نتمنى النادي المصري يكون في مكانه كويسه ان شاء الله من النهارده، لان النهارده 3 بونت كانوا مهمين، وحضرتك قلت لنا في ماتش الاتحاد كانوا مهمين جدا في ماتش الاتحاد، بحيث ان النهارده الماتش كان صعب، فالنهارده 3 بونت مهمين جدا في مشوارنا ان شاء الله، عشان اللعيبه ان شاء الله يأدوا بشكل كويس الفتره الجايه وروح اكبر للنادي المصري، يستاهل انه يكون في مكانه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن امير، مهم جدا ان انا اتكلم معاك على الفوز وعلى اللقاء، هل اتكلمتوا مع بعض كلاعيبه قبل المباراه؟ حفزتوا بعض؟ انتوا عارفين طبعا مباراه وادي دجله كانت بالنسبه لكم مهم جدا ان انتوا تفوزوا بيها، بقالكم فترات طويله جدا لم تحققوا الفوز، اتكلمتوا مع بعض وقلتوا يا كابتن امير؟ والله زي ما قلت لحضرتك يا ابراهيم، الفتره اللي فاتت كنا بنأدي كويس، ولكن كان في سوء توفيق، كنا بنتعادل في كل الماتشات، ولكن النهارده الحمد لله احنا قلنا خلاص اللي فات عدى خلاص. النهارده 3 بونت مهمين، سواء حلوين وحشين، لازم يعني ادينا بشكل كويس، ادينا بشكل وحش، 3 بونت مهمين جدا، على اساس انت عارف نادي المصري برضه يعني عنده لعيبه كويسه، تمام، وعنده مجلس اداره كويس، وعنده جهاز فني كويس، والحمد لله جمهور كبير بيساند، احنا لما ناخد 3 بونت النهارده ده هيساعدنا ان شاء الله الفتره الجايه، لان انت عارف المكسب بيجيب مكسب، والمكسب بيدي ثقه، فالحمد لله 3 بونت كانوا مهمين جدا بالنسبه لنا النهارده. ان شاء الله عندنا ماتش طبعا صعب جدا برضه، وادي فريق الانتاج الحربي على ارضه، صعب ومش سهل، والملعب طبعا فيه لعيبه مش واخده على الملعب ده، ولكن ان شاء الله يعني الماتش ده ادانا ثقه، كان الماتش جاي صعب، وان شاء الله اتمنى التوفيق يعني. كابتن امير، هاخدك في حته بعيده شويه عن المباراه، لكن مهم جدا ان انا افتحها مع حضرتك. انت تعلم تماما ان المباراه المقبله هي مباراه المصري امام الانتاج الحربي، هناك بعض الانباء، بعض الكلام عن توعد من التراس النادي الاهلي، وانت لك مكانه عند جماهير النادي الاهلي كبيره جدا، بيحبوك بيقدروك، تقول لهم ايه علشان التوعد ده ما يكونش موجود من التراس اهلاوي لجماهير النادي المصري اللي بالتاكيد هتحضر معاكم مباراه الانتاج الحربي المقبله باذن الله؟ والله انا شايف ان يعني جمهور النادي المصري وجمهور النادي الاهلي جمهورين طبعا عظيم، كل نادي عنده جمهور عظيم، وانا شايف ان اللي حصل ده يعني ان شاء الله ما يتكررش تاني في ماتش الاهلي والمصري الماتش الاخير، وجمهور النادي الاهلي طبعا اكيد يعني هو عنده النادي الاهلي بيشجعه كويس، واعتقد ان هو ما اعتقدش ان هو هيجي، واعتقد ان جمهور النادي الاهلي برده من الجمهور الواعي، وعارف كويس قوي يعني لو عمل مشكله هتحصل مشكله للنادي الاهلي عامه. انا شايف ان جمهور النادي الاهلي جمهور واعي، جمهور النادي المصري جمهور واعي وعارفين كويس جدا، ولكن اللي حصل ده ان شاء الله اتمنى ما يحصلش تاني، وان شاء الله يعني
الامور تبقى كويسه جدا في مصر عامه وفي الدوري العام. يعني الدوري السنه دي برضو دوري مهم جدا ودوري قوي جدا. يمكن انا الواحد بقاله كتير جدا عمره ما شاف ان الدوري السنه دي اي فرق بتكسب اي فرقه صحيح. كل الفرق قويه وكل الفرق بتدعم ماديا. فانا شايف ان الدوري السنه دي كويس واتمنى ان شاء الله ان كل جمهور يشجع النادي ده. كل التوفيق ليك يا كابتن امير، وباذن الله تكون موجود في ارض الملعب قريبا جدا والاصابه ما تاخدش منك اي وقت. انت من الحارسين من الحراس المتميزين جدا. مشكورك شكرا جزيلا كابتن امير.